مشاعرك دايما صح حتى لو كانت مؤلمة أو غير مفيدة. 9 عبارات مش هتسمعها أبدا من الراجل الذكي. الأذكياء عاطفيا داعمين مش رافضين. إنك تعرف تعبر عن مشاعرك دي حاجة مهمة جدا وجزء كبير في أي علاقة علشان خاطر تنجح. والإحساس بالضعف العاطفي دي مش حاجة سهلة بالنسبة لناس كتير. إنك يكون عندك إحساس متطور بالذكاء العاطفي بيدي للناس فهم مشاعرهم الخاصة ويساعدهم إن هو يعرفوا يتعاملوا مع مشاعر الآخرين. جمعية علم النفس الأمريكية عرفت الذكاء العاطفي بأنه قدرة الناس على معالجة المعلومات العاطفية. الذكاء العاطفي مكون من 4 قدرات محددة: القدرة على إدراك المشاعر بدقة، والوصول للمشاعر والتعبير عنها، وفهم اللغة العاطفية، وتنظيم مشاعرك علشان خاطر تعزز النمو والرفاهية العامة. أنا ممكن أبقى أعمل لكم فيديو كبير عن الموضوع ده. الذكاء العاطفي هو بيمهد إنك أنت ممكن تكون شريك آمن جدا للشخص الآخر. الشريك لما بيكون ذكي عاطفيا بيبقى داعم ومتعاطف اللي بتشاركوا مشاعرك معاه. مش هتسمعي أبدا من راجل عنده ذكاء عاطفي إن مثلا يقولك مشاعرك دي مش مهمة، لأن مش كل الناس عندها ذكاء عاطفي عالي. بس إنك تبقي على علاقة مع راجل عنده ذكاء عاطفي عالي دي حاجة حلوة جدا. أهلا بيكم في مايلاند. النهاردة هقولك على 9 جمل أو عبارات مش هتسمعيها أبدا من الراجل الذكي عاطفيا. رقم 1، مش المفروض ما يحسش بالإحساس ده. ممكن يكون صعب توفير مساحة خاصة للمشاعر الصعبة، خصوصا لما المشاعر دي بتيجي من شخص بتحبه. ومع ده فالراجل اللي عنده ذكاء عاطفي عالي جدا بيفهم إن كل المشاعر صحيحة، وإنك تقول لشخص ما إنه يحس إحساس مختلف دي حاجة صعبة جدا. ده هو وقتها بيحرمه ان هو يبقى عنده القدرة على التصرف وبيتجاهل الحقيقة والواقع بتاعه. الذكاء العاطفي مرتبط بالعواطف والتجارب الحياتية. العواطف بتأثر على الاختيارات اللي احنا بنختارها، وده على فكرة بيحصل خارج عن الوعي الإرادي تماما، لأن أنظمة العواطف بتأثر على كيفية ازاي بنشوف العالم. الراجل الذكي عاطفيا مستحيل يقولك مش لازم تحس بالطريقة دي، حتى لو هو دلوقتي مش فاهم انت حاسة بإيه، أو حتى ان هو مش موافق على ردة فعلك للموقف ده، لان هو عارف كويس جدا ان كل شخص ليه الحق في مشاعره الخاصة. رقم 2، انت بتبالغ في ردة فعلك. اهي الجملة دي بقى مخصوص اتعملت كده او اتصممت لإذلال الناس واجبارهم ان هم يفضلوا ساكتين. الرجل الذكي عاطفيا مش هيتجاهل مشاعر شريكه ابدا، وبدل من ده هيحاول ان هو يعرف حقيقة مشاعره. في عالم نفسي اكتشف ان الناس اللي عندهم ذكاء عاطفي عالي مش بينتقدوا الاخرين، ده كمان وصف النقد ده انه آلية دفاع غير واعية بتهدف للتخفيف من مخاوفنا. وقال كمان ان النقد المفيد بيهدف ان هو يخلي العالم افضل. اما بقى لو كان النقد ده غير مفيد فهو بيهدف ان هو يحسسك انك افضل او احسن. الانتقاد غريزة بشرية شائعة جدا عند ناس كتير قوي، بس مش دايما بيستخدموها. هم ساعات بيستخدموها، بس للأسف انك انت تتعود عليها، فدي وقتها ساعتها حاجة صعبة ومؤلمة جدا للآخرين، ودي كمان ملهاش أي نتيجة مفيدة ليه. الرجل الذكي عاطفيا مش هيقول أبدا إنك أنت بتبالغي في مشاعرك، لأن هو ببساطة مش بيصدر أحكام على مشاعر الآخرين أو أحساسهم. رقم 3، أنا مش محتاج مساعدتك. الرجل الواثق من نفسه عارف إن طلب المساعدة ملهاش أي علاقة بالضعف. طلب المساعدة ده بيبين إن هو عنده مستوى عالي جدا من الوعي الذاتي، وفهم كويس إن الاعتماد على الآخرين للدعم ده جزء مهم جدا في الحياة، وجزء مهم جدا في نجاح أي علاقة. إنك تقدم المساعدة وكمان تستقبل المساعدة دي حاجة بتخلي حياتك ليها قيمة. والرجل الذكي عاطفيا عارف إن طلب المساعدة ممكن وقتها يقربه من شريكه ويعزز الألفة ما بينهم جدا. رقم 4، ليه مش عارف تكون سعيد بقى وخلاص؟ إنك تطلب من شخص ما إن هو يغير مشاعره ده بيدل على نقص كبير جدا في الذكاء العاطفي. إنك تسأل شخص ليه مش قادر ان هو يكون سعيد، ده معناه انك انت مثلا بتقوله علشان خاطر انت شخص مليان بحاجات مش ايجابية، فانت بتحط له كده نقطة على الحاجات المعيوب فيها. التظاهر بالسعادة طول الوقت دي علامة اساسية ان الشخص عنده نقص كبير جدا في الذكاء العاطفي. وعلشان خاطر اللي عنده ذكاء عاطفي قليل مش بيفهموا مزاجهم وعواطفهم كويس، فهم بيعيشوا حالة من إنكار المشاعر اللي مش بيحبوها، زي المشاعر المؤلمة
والغير مريحة، وفاكرين دايما ان هم لو قالوا على طول انهم مبسوطين فهيكونوا مبسوطين طول الوقت ومش هيحسوا ساعتها بأي سوء ابدا. الراجل الذكي عاطفيا فهم جدا ان المشاعر المعقدة ومش بزرار كده هتقوله اشتغل وبزرار تاني هتقوله تقف حسب توقعات شخص اخر. رقم 5، انا ما عنديش وقت اسمع الكلام ده. اهو الجملة دي مش ممكن ابدا هتسمعيها منه. انك تقول للشخص انك انت ما عندكش وقت انك انت تسمعه ده معناه انك هو مش مهم خالص مشاعره بالنسبة لك. الذكي عاطفيا مش هيبعد الناس لما يعوزوا يتكلموا معاه في القضايا العاطفية، ده حريص جدا على المناقشة حتى لو كانت المناقشة دي صعبة جدا. انك تتحقق من صحة المشاعر ده مؤشر ان الشخص عنده ذكاء عاطفي عالي، ده كمان اعلى من اي شخص عادي. تحديد الشعور هو الجزء الاول لفهمه وده اساس القبول. مشاعرك دايما صح حتى لو كانت مؤلمة أو غير مفيدة. سهل جدا إنك أنت تقبل مشاعرك المؤلمة لما تتعود على التحقق منها الأول. رقم 6، عمره أبدا ما هيقولك كلمة اهدي أو اهدى. إنك تقول الكلمة دي فدي طريقة سامة جدا، خصوصا لو كان الوقت ده شخص انت المفروض تكون مهتم بمشاعره، لان ده بينكر حق الناس ان هم يكونوا ممتلكين لمشاعرهم وبيخليهم يحسوا ان هم مش مهمين. انك تقول لها اهدي وهو متعصب هتلاقيه ساعتها بيعمل عكس الجملة تماما اللي موجودة، فبدل ما تهدي المشكلة وقتها بيحصل ان الشخص ده بيحس ساعتها بالهجوم اكتر، فوقتها بيبقى اكتر تفاعل عاطفيا. في عالم نفسي حذر من استخدام الكلمة دي جدا وقال كمان ان ليها تأثير دايما معاكس على اللي بتقوله، وقال ان المشكلة في الكلمة نفسها بتحط الشخص ساعتها في موقف دفاعي عن نفسه وبيخلي رد فعله هو المشكلة ذات نفسها. وده احساس غير مقبول خالص ان حد يقولك ان مشاعرك اكبر بكتير من الحدث اللي بيحصل. فالراجل الذكي عاطفيا اكيد مش هيقول كلمة اهدي ابدا، هو مثلا ممكن يقول خد نفس عميق ونظم نفسك، او يطلب منك انك انت تقعد لوحدك لحد كده ما ترتب أولوياتك، ودي كلها حاجات بتحترم مشاعرك مش بتنكرها أبدا. 7، أنا مش مسؤول عن مشاعرك. الرجل اللي عنده ذكاء عاطفي عارف كويس جدا إزاي يكون مسؤول عن مشاعره ويفهم إنه مش هيتحكم في مشاعر أي حد تاني غير مشاعره. هو كمان عارف إن كلماته وأفعاله بتأثر بعمق على مشاعر الآخرين. في دراسة اتعملت على الذكاء العاطفي قالت إن اللي عنده الذكاء العاطفي ده معناه إن هو معترف بمشاعره وردود أفعاله وبيتقبلها وكمان بيعرف يتحكم فيها، ده كمان عارف يتعايش مع ردود وأفعال ومشاعر الآخرين. الذكاء العاطفي بيوفر لك عالم داخلي أفضل للتعامل مع العالم الخارجي. 8، انت بتعمل ده دايما. الجملة دي على فكرة صعبة جدا لما بتتقال. ليه بقى؟ لان هي بتركز على مظالم الماضي بطريقة حكيمة. انك تقدم ملاحظات لطيفة وسخية على سلوك شخص ما ده جزء مهم جدا في العلاقة، بس انك تقوله بطريقة فيها تصريح صارم جدا زي كلمة انت بتعمل ليه كده دايما دي مش ملاحظة ابدا، دي تعبير عن مشاكل عميقة جدا. الرجل الذكي عاطفيا بيفهم ان الشخص الاخر اكبر من ان هو يكون اخطاء، هو عارف كويس افضل طريقة لالهام شخص ما علشان يعبر عن انماط سلوكه، لان هو وقتها بيتكلم بهدوء بدل من ان هو يتهمه دايما ان هو بيتصرف بطريقة معينة. رقم 9، انا مش مصدق انت مزعج قوي. اهي الكلمة دي عمرها ما هتتقال. انت لو عندك ذكاء عاطفي عالي هتعرف تدي المجال لمشاعر الاخرين من غير ما تقول لهم ان انت ليك حدود في مشاعرك. انك تحرم شخص من مشاعره تبقى انت ما عندكش اي ذكاء عاطفي، ده انت اصلا كده ما عندكش اي تعاطف. الذكي مش بيكسف الناس، هو فاهم ان هم بيعالجوا المشاعر بوتيرة مختلفة. تجاهل المشاعر الغير مريحة بيخليها بتندفع مرة تانية في وقت تاني. وكده خلصنا الفيديو، استنياكم الفيديو الجاي. باي.